أنا عارف إنك أحيانا بتسأل في سرك، هو أنا ليه بعترف؟ وليه قدام كاهن؟ ليه مش مني لربنا على طول؟ هقولك ربنا فعلا بيحبك وسامعك ونفسه يكلمك، بس في الحقيقة ربنا برضو مقدر وعارف الضعفات اللي احنا فيها. ربنا عارف إن احنا محتاجين نسمع كلمة مغفورة لك خطاياك. ربنا عارف إننا محتاجين حضن حي، محتاجين حضن ملموس وشخص قدامي بيكلمني واكلمه، شخص انا سامع صوته بجد، صوت حي. لان لسه معرفتش ازاي اسمع صوت ربنا، من خلال ابونا هعرف ازاي اسمع صوت ربنا. ربنا عارف انك محتاج حد يشيل عنك الحمل، محتاج حد يقولك مغفورة لك خطاياك. يسوع لما قال للمفلوج سقي يا ابني مغفورة لك خطاياك، قالها له بصوت عشان المفلوج يطمن ويحس ويسمع صوت ربنا. والمسيح بعد ما قام من الأموات ونفخ في تلاميذه وقال لهم: من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت عليهم. يعني السيد المسيح اداهم سلطان الغفران وخلاهم أدوات للغفران على الأرض. معنى كده إن سر الاعتراف مش لحظة إحراج، لكن بالعكس دي لحظة قوة وشجاعة، لحظة فيها أنا بقول للشيطان: أنا مش هفضل عايش تحت طوعك، مش هفضل خايف ومكسوف إن أنا أعترف. أنا بعترف قدام أبونا، أبونا بيسمع من هنا وبيطلع من هنا. أنت كلامك ده بيبقى قدام رب المجد يسوع. الكاهن مكان رب المجد يسوع بيسمعك صوت ربنا ليك، بيقولك نفس الكلام اللي ربنا كان هيقوله لك. الاعتراف مش لأن ربنا بعيد، لكن لأنك محتاج حد يمسك في إيدك عشان يوصلك لرب المجد.